ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم نادر السمير وحلقة جديدة وحاجة جديدة في الشانل هنا، وحاجة عن الايجيبشن ليج بقى. هنعمل ملخصات جولة جولة عن الايجيبشن ليج، هنتكلم بكل حيادية عن كل الأندية، زمالك، أهلي، مصر، إسماعيلي، كل حاجة. آه هتاخدوا مني شوية حتة ان انت زملكاوي ومتعصب ومش عارف ايه، بس في الحلقة دي بتاعت الايجيبشن ليج والدوري المصري الممتاز هتكلم كوره بس. يعني هتكلم كوره بس في وجهه نظري في الكوره، مش حاجه تانية خالص. بغض النظر هتجنب حته ان انا زملكاوي متعصب على جنب خالص، مش هتكلم فيها، مش هنتكلم بيها خالص. هي حته كوره، وجهه نظري، هقول اللي انا بشوفه والخص لكم الدنيا في الدوري المصري اللي بيحصل. بس قبل كل ده ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدا. نبدأ بأول ماتش في الدوري، وأول ماتش اتلعب الأسبوع ده، وهو كان ماتش سموحة وحرس الحدود. سموحة وحرس الحدود. حرس الحدود لسه صاعد في الدوري. سموحة عمل تدعيمات نسبيا قوية، جاب محمود صابر. ده يعني هقول لكم المميزين. يعني جاب محمود صابر من بيراميدز إعارة، رجع الوادي من ما كان في فيوتشر، هو كده كده كان بيلعب في سموحة، رجعه. الماتش خلص 3-1. الماتش كان كويس، كان رايح جاي، كان في احداث حصلت، كان في ضربه جزاء اتلغت، وفي ضربه جزاء جت، وفي جوان اتلغت. سموحه فريق كتوتال فريق كويس، التدعيمات اللي عملها تدعيمات كويسه، وسموحه على طول كده. يعني سموحه على طول بيعمل تدعيمات كويسه، بيجيب اسماء كويسه، بيرجع اللعيبه تاني على الساحه. يعني زي ما عمل مثلا مع احمد عبد القادر رجع الاهلي، زي ما عمل مع مصطفى فتحي في الزمالك. دلوقتي بيعملها مع محمود صابر بيراميدز. رجع محمود، رجع عبد الكبير الوادي. آه، الماتش كتوتال كان كويس، يعني انا شفت منه اغلبه. يعني الماتش كتوتال كان كويس، كان في احداث زي ما قلت لكم. محمود صابر جاب جون حلو قوي، عبد الكبير الوادي جاب جون حلو قوي. سموحه فريق ما بشوفش ان هو فريق هيقدر ينافس، بس هيبقى من التسعه اللي قدام. بس هو مش هينافس، بس هيبقى من التسعه اللي قدام. هل هيبقى فريق رخم على الفرق اللي قدام؟ ممكن في البدايات، لكن فيما بعد لما الدنيا تتضح مش هيبقى هو الفريق اللي نخاف منه قوي، او الفرق الكبيره تخاف منه قوي. فريق كويس، بس الافريج، الفريق النورمال جدا. بالنسبه لحرس الحدود، حرس الحدود مفيش حد لفت نظري فيه غير محمود ممدوح، المهاجم، او محمد ممدوح مش فاكر بالظبط، المهاجم اللي كان قريب جدا من الزمالك. يعني كان قريب جدا بدايه الموسم ان هو يكون في الزمالك. مهاجم كويس، بيلعب كوره، عنده حاجه يقدمها. ما اعتقدش ان هو هيكمل في حرس الحدود فيما بعد. يعني الموسم ده بالنسبه لي الاخير، سواء حرس الحدود كمل في الممتاز او نزل، لان الحرس باللي احنا شايفينه ده كده، لا هو اقرب فريق ان ممكن هو يكون ينزل للدرجه الثانيه. نيجي للماتش الثاني، وهو ماتش المصري وطلائع الجيش. شفنا الماتش المصري وطلائع الجيش. المصري فريق يا جماعه الناس مش واخده بالها منه. المصري فريق جامد قوي. المصري فريق جامد قوي، وهيلعب السنه دي الكونفدراليه ومع الزمالك في نفس المجموعه. فريق حلو قوي، عنده تدعيمات حلوه. آه، الفريق فيه اسماء جامده. عندهم حته لعيب اسمه عبد الرحمن دغموم، ده لعيب جزائري، احنا كلنا شفناه وكلنا عارفينه تقريبا بنسبه كبيره. لعب قدام الاهلي قبل كده، عمل ماتش قدامه عالي قوي قوي قوي، احنا كلنا فاكرين الماتش ده، بس هو اتعطل جامد بسبب الصليبي، جاله صليبي فتعطل جامد جدا. ما لحقش يخش مع الفرقه، رجع تاني عمل ماتش عالمي، عمل ماتش عالمي قدام الجيش. الماتش خلص 2-0، جون صلاح محسن بالهيد، جون حلو قوي، وجون شوطه حلوه قوي من محمود حماده. صلاح محسن من ساعه ما راح بيراميدز وهو عالي، يعني عالي وخطر، وبيجيب اجوان وبيسجل اجوان. وفي الحته اللي جوه ال 18 والكور العاليه مميز فيها جدا جدا جدا. المصري السنه دي هيبقى فريق رخم، هيرخم على الفرق الكبيره،
هيرخم على الفرق الكبيره وهيخش وينافس، واعتقد باللي انا شايفه كده في اول ماتش كده بالماتشات ان هو ممكن يبقى من ضمن الاربعه، يعني بنسبه كبيره ان المصري هيبقى من ضمن الاربعه وهيرخم كمان. نيجي لماتش الجونه وزد. ماتش الجونه وزد ده ما كانش فيه حاجه، يعني هو باين قوي ان باين قوي من نتيجه الماتش 0-0. هو الماتش ده كله هو ديربي عيله ساويرس، ديربي الاخوات في عيله ساويرس، تمام. آه ما فيهوش اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي فيه هو ضربه جزاء اللي صدها علي لطفي. وفي حاجه برضو، علي لطفي دي تاني موسم على التوالي يجي ضربه جزاء في اول ماتش ويصدها. كان الموسم اللي فات كانت قدام الاسماعيلي وصدها. فعلي لطفي تقريبا في الحته دي عنده حاجه كده، يعني السيزون الجاي لو اتحسبت عليه ضربه جزاء وصدها هيعمل ريكورد تاريخي بقى. نيجي للماتش اللي بعد كده وهو ماتش مودرن سبورت وانبي. الماتش كان كويس، كان فيه كور رايحه جايه. الماتش خلص 0-0، بس عكس تماما ماتش الجونه وزد. كان ماتش حلو، كان فيه بقى اثاره ومتعه وحاجات كده، كور في العارضه وكره رايحه جايه. طبعا الماتش كله طبعا اللي حصل في اخر في الوقت بدل الضايع اتحسب ضربه جزاء على انبي، شاطها جوناثان نجوم في الوقت تقريبا في الدقيقه 8 98 95 حاجه زي كده، وصدها عبد الرحمن بودي جون انبي. وبالمناسبه انا عجباني سياسه انبي، يعني انا عجباني سياسه انبي في حته ان هم ما بقوش يجيبوا بقى لهم مثلا سنتين ثلاثه، ما بقوش يجيبوا لعيبه في لعيبه الدوري اللي هم بيلفوا كل موسم على كل الانديه دول. لا، لعيبه بيطلعوا لعيبه من تحت، لعيبه كويسه، وفي نفس الوقت هم بيطلعوا لعيبه بيستثمروا فيهم، وفي نفس الوقت محافظين على مستوى الفرقه. يعني الفريق مش هتلاقيه بينافس، بس في نفس الوقت الفريق ما بينافسش على الهبوط، هو الفريق الطبيعي اللي في الجدول. انبي اللي هو هتلاقيه مثلا ايه، هتلاقيه تامن تاسع عاشر الدوري عادي جدا جدا جدا، مفيش اي مشكله. بيطلع لك لعيبه كويسه، ودي مهم، بيطلع لك لعيبه كويسه ومحافظ على مستوى الفريق. عكس مثلا هو بيعمل نص اللي عمله وادي دجله. يعني وادي دجله حصل فيه فتره كده طلع لك لعيبه حلوه جدا وكانت احسن فرقه بتلعب في كوره في مصر، لكن بيخسر. وطلع لعيبه كتير، وطلع لعيبه كتير جدا جدا جدا، لكن نزل درجه تانية في الاخر. يعني ليه؟ عشان ما حافظش على الحته دي اللي عجباني في وادي دجله في انبي. دي اللي عجباني في انبي ان هو محافظ زي ما بيقولوا ايه، على التوازن ده. فشابوه وحاجه كويسه جدا بصراحه، لازم نشيد بيها اداره انبي. نروح لماتش بتروجيت وبيراميدز، او بيراميدز وبتروجيت. الماتش ده كان في نفس وقت ماتش الاتحاد وفاركو، وبرده ما اتفرجتش عليه لان كنت في طريقي لماتش الزمالك والبنك، لكن اتفرجت عليه كامل، كان متعاد. فاتفرجت عليه تاني في التلفزيون كامل بقى، كان حظي كده تقريبا، يعني بدأت في الدقيقة الأولى تقريبا. شفت جون بتروجيت. لعبة بيراميدز نزلت احنا كسبانين الماتش ده، ضامنين وهنكسب سكور. بتروجيت فريق لسه صاعد من الدرجة التانية، بيراميدز جاي وعامل ماتشات جامدة، فريق جامد مع مدرب جامد بصفقات جامدة، نازلين بثقة عالية قوي 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 قوي. هوب، الأول بتروجيت، والاول بتروجيت بطريقه غريبه، ويعني زي ما بيقولوا ايه كده، لعيبه بيراميدز بمنتهى السذاجه. الاوفسايد اتضرب انفراد من نص الملعب، احمد الشناوي معرفش خرج ليه، يعني خرج ما عملش اي حاجه، ولا الهوا ما عملش ولا خوف المهاجم ولا عمل اي حاجه، هو خرج وخلاص. تمام. الاول بتروجيت، بعديها على طول بدقيقتين مايلي يسجل التعادل. مهاجم جامد قوي قوي قوي، ان الاستلامه ويفتح بالاستلامه يفتح لنفسه ولمسه على طول. يعني هي صديق اجول لعب الاوت، مايلي استلم وفتح لعب لنفسه على طول، هي لمستين جون تعادل. لكن الماتش كله بقى كان اللي انا عايز اقوله لكم لو انتوا ما اتفرجتوش على الماتش، هو اللي كان اخطر بتروجيت. يعني كان اخطر، ده بتروجيت جاب جونين اتحسبوا اوفسايد، هم اوفسايد تمام، بس هم اللي كانوا اخطر، هم اللي راحوا على الجون، هم اللي كانوا بيهددوا وبيروحوا في كذا كوره راحوا عليها من المهاجم الافريقي بتاعهم. الناس اللي ما تعرفش بتروجيت، يا جماعه بتروجيت الموسم اللي فات اتاهل من الدوري الدرجه الثانيه بوقت، اتاهل من اتاهل من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز بوقت كبير. يعني مثلا قبل مثلا الموسم ما ينتهي مثلا ب5 اسابيع مثلا، مش فاكر بالظبط المعلومه، بس كان عامل ماتشات عاليه قوي 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 قوي.
فالناس مش واخده بالها من بتروجيت، والناس مش واخده بالها من كابتن سيد عيد. معاهم تقريبا 2022 عامل فرقه حلوه، عامل فرقه حلوه من تحت. خلي بالكم هم ما جابوش صفقات عاليه، يعني ما جابوش صفقات واسماء عاليه، لا، هو عامل فرقه حلوه من تحت. عاجبني جدا جدا في بتروجيت حامد حمدان. ده لعيب رقم 10، نص ملعب مهاجم. اللعيب ده فلسطيني، اللعيب ده حلو قوي، مواليد 2000 تقريبا، عنده 24 سنه. اللعيب ده لو كمل بنفس المستوى اللي هو فيه هيروح في حته كويسه، هيروح في حته كويسه قوي. اللعيب ده لو لعب في بيراميدز، وتقريبا كان في ناشئين الاهلي، وبعد كده لعب بقى في انديه. بيراميدز كان وداه تقريبا الانتاج الحربي اعاره، وبعد كده مش عارف راح المجد السكندري حاجه زي كده، ومن المجد السكندري راح بتروجيت. مهاجم، لعيب كويس جدا، نص ملعب مهاجم كويس جدا، حطوا عينيكوا عليه. اللعيب ده هيبقى حاجه حلو، يعني حاجه محترمه الموسم ده لو كمل بنفس المستوى اللي هو مكمل بيه. نروح للماتش التاني وهو ماتش الاتحاد وفاركو. بصوا ما اكدبش عليكم عشان بس نبقى واضحين كده مع بعض، انا ما اتفرجتش على الماتش ده. ما اتفرجتش على ماتش الاتحاد وفاركو لان انا كنت في طريقي للاستاد رايح ماتش الزمالك والبنك. آه شفت ملخص، بس طبعا الملخص مختلف تماما عن ان انا اشوف الماتش بقى لايف او قدامي عموما. تمام. ان انا اتفرج عليه تاني يعني كامل. الاتحاد كسب 1-0. مبروك للاتحاد، مبروك لجمهور الاتحاد. ما شفتهوش، ما اقدرش اتكلم عليه، فنروح للماتش اللي بعده. نيجي بقى لماتش الزمالك والبنك الاهلي. الماتش ده في الملعب في الاستاد، حضرته لايف، شفت كل حاجه قدامي. بس هو بس رساله لنادي الزمالك. هو الزمالك ما ينفعش تكسب عادي، يعني لازم يبقى فيه سسبنس واثاره وجدل، ونروح ونيجي وتلعب باعصابنا ونموت فيها وبتاع ونتنطط ونزعل استكسب 2-0، اكسب 3-1. لازم لحد الدقيقه الاخيره لازم نقعد على اعصابنا، لازم مش ليه يا اسطى كده؟ يا اسطى انا جالي شد في الاماميه وانا بحتفل بجون عبد الله السعيد وانا في المدرج. نيجي للماتش ونتكلم في الماتش، يعني نيجي للماتش ونتكلم في الماتش. آه الزمالك بدأ حلو. عبد الله السعيد وناصر ماهر، الله اكبر عليهم. عبد الله السعيد ده يا جماعه اقسم بالله حاجه مفيش زيها. ده ايه ده؟ الكوره في رجله، اقسم بالله انت تتفرج عليه. طب ما هي الكوره سهله يا جماعه، ما ممكن اي حد يلعبها، ممكن اي حد يعمل اللي هو بيعمله عادي جدا جدا جدا. الكوره في رجل اي حد تاني، يا نهار ابيض إيه الصعوبه دي؟ ده الفرق بقى بين اللعيب الكبير، اللعيب الكبير قوي فيجن في الملعب، عارف امتى يطلع الكوره وامتى يهدي الريتم وامتى يعلي الريتم، وامتى يباصي هنا وامتى يتاخر في الباص، وامتى يدخل يعمل فاول، امتى ياخد الكوره من غير فاول، امتى يعمل تاكلينج. لعيب مفيش مقارنه، وظلم كبير لو قارنته باي حد. انا متاكد يقينا، متاكد يقينا بجد من اللي انا هقوله. اي حد ما يعرفش عبد الله السعيد او سن، يعني اي حد مالوش في، يعني ما يعرفش كوره مصريه، واتفرج على الماتش، واتفرج على ماتش لعبد الله السعيد، واتقال له، وجه سأل اللعيب ده عنده كام سنة، واتقال له 39 سنة، عمره ما هيصدق. هيقول لك ده اخره 30 في البيك بتاعه. ده اخره، ده يوم ما انا اقول لك ان هو كبير. لعيب، سيبك من السن، ما فيش زيه يا جماعة. من اللعيبة القليلة مع الزمالك هو تقريبا وحمزة تقريبا وحسام، اللي تقريبا الثلاثة دول اكتر ثلاثة لعبوا عدد دقايق من ساعة ما جه. حمزة وحسام وعبد الله السعيد، يعني ما اعتقد يعني اكتر، تقريبا هو اكتر صفقه لعبت عدد دقائق من اللعيبه القليله جدا. هم الثلاثه اللي بيكملوا 90 دقيقه، بيكملوا 90 دقيقه. ناصر ماهر بيخرج، لعيبه كتير بتخرج عشان البدني بتاعها، وهنيجي لناصر ماهر في حتته. لكن عبد الله السعيد لا 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 لا، بجد 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 انا مش عارف اقول ايه. لعيب والله العظيم يا جماعه في الملعب حاجه تانية خالص. نيجي لناصر ماهر. ناصر ماهر لعيب حاوي في الملعب، لما بيكون فايق ورايق بتاخد منه كورة عالمية. مشكلتي مع ناصر ماهر حاجة أو حاجتين: أوقات بيبقى بره الفورمة، تمام، أو بيبقى عايز يعمل حاجة مش ماشية معاه فبتبقى صعبة، تمام. وتاني حاجة العامل البدني، لازم ناصر يشتغل على العامل البدني على نفسه عشان يقدر يبقى أعلى من كده.
هو عالي بس لازم يبقى اعلى من كده. ناصر لو اشتغل على الحته دي هيبقى لعيب دولي عالمي، عالمي. كرة حلوة، لعيب جامد جدا، فيجن في الملعب، بيجيب اجوان، بيعمل اجوان، بيرقص، لعيب. بصراحة بصراحة بصراحة، شكرا يا اهلي بجد والله العظيم، بجد من قلبي. ناصر ماهر ده. نيجي حسام عبد المجيد عاجبني، وده يعني رغم اعتراض زمالك. حسام عبد المجيد عامل فترة كويسة جدا، مستواه ثابت، حلو ريسي، تحس ان هو رجع شوية من ايام موسم فيريرا. مكمل على المستوى ده بقاله فترة، بتمنى انه يكمل، بتمنى انه يطور اكتر. كويس جدا يا حسام، كمل على اللي انت فيه، مش عايزين بقى ايه الغطس اللي انت بتنزله، لان حسام بيطلع كده 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 كده، بعد كده تلاقيه عمل كده مرة واحدة متعرفش من ايه. بس ده بتمنى ان هو يكمل، لان احنا مش ناقصين بقى بجد والله العظيم يا حسام، يعني احنا مش ناقصين سوء مستوى، مفيش حد يا ابني غيرك، فيعني ليك ولينا والله العظيم. فبتمنى ان شاء الله باذن الله حسام يحافظ على الفورمه بتاعته دي ويعليها اكتر كمان. نيجي ونروح لزياد كمال، معلش هو اللعيبه العشوائيه يعني اللي بيجي في دماغي. أه بص يا زياد، انا دافعت عنك وقلت ان انت لعيب كويس، بس انت مضغوط من الرقم والصفقه وكذا وكذا كذا كذا كذا، بس انت عمال تاخد فرص ومش قادر تستغلها. انت بالعكس، انت بقى ما بتلعبش السهل، انت بتصعب الدنيا على نفسك اكتر، قراراتك في الملعب غلط، بتحاول عشان تثبت ان انت لعيب كويس فبتعمل الحاجة الصعبة، فبتغلط فيها فبتبان ان انت لعيب سيء. هي ما فيهاش، فاهم قصدي؟ انت بتحاول تعمل الجامد قوي، فالجامد قوي ده بيروح منك فبتبان ان انت لعيب سيء قوي، يعني كمان حتى كمان مش لعيب متوسط، لدرجة ان في ناس، ودي حاجة سيئة ليك، ان قالت فين رؤى، يعني رؤى اهون من زياد كمال. فانت متخيل ان انت وصلت فين، لو متخيل ان انت وصلت المرحله فين. فدي رساله ليك، انت خدت فرص، الموضوع بالنسبه لك صعب، الموضوع بالنسبه لك انت مش قادر على الضغط ده، فبجد انا مش يعني، ربنا معاك يعني ربنا معاك، بس هو انت بتنزل بتضغطنا. يعني زياد كمال يا جماعه لما بينزل بيضغط الفرقه، المفروض ان هو نازل يمسك كرة ويجمع لعب ويهدي الفرقه ويشيل الضغط من على الفرقه، لا هو بينزل يعمل ضغط على الفرقه اكتر، وده لاحظناه في كل الماتشات. ماتش بيراميدز نفس الكلام، وغلط غلطات كبيره. ماتش الاهلي نفس الكلام، لحد ما خرج الاهلي كان ضاغطنا جدا، لحد اول ما خرج الزمالك بدا يشم نفسه. نفس الكلام لما نزل اتضغطنا جامد جدا من البنك الاهلي. فبالنسبه لي زياد كمال علامه استفهام كبيره جدا جدا، لان هو مش قادر يساعد نفسه. نيجي لزيزو. زيزو اتصاب اصابه رخمه هتقعد تقريبا حوالي 3 اسابيع شهر. زيزو بقاله فتره مش هو زيزو، مش هو زيزو على مستوى الارقام وعلى مستوى اللعب وعلى مستوى التهديف وعلى مستوى الاسيستات. مجهوده في الملعب بيبذل مجهود لكن قراراته ما فيهاش تركيز، باينه قوي وباينه للكل وواضحه جدا. معرفش ده بسبب التجديد وحوارات التجديد، ولا علشان ما بقاش هو نجم الفريق الاول. زيزو كده كده زيزو نجم الفريق، بس بقى في عبد الله بياخد منه السوكسيه، في ناصر ماهر بياخد منه السوكسيه، فدي مشكله. دي مشكله ان هو ما بقاش حاسس ان هو النجم الابرز في الزمالك، ودي بتعمل معاه حاجه نفسيه كبيره. تمام. زيزو لعيب كبير لازم يفوق نفسه. بتمنى حته التجديد بتاعه زيزو تنتهي في اقرب وقت ممكن، لان ما ينفعش التشتت ده. وبتمنى كمان ان الفتره اللي هيقعد فيها بسبب الاصابه، طبعا هي فتره هو مش هياخد اجازه، هو اصابه، لكن في نفس الوقت عايز يراجع نفسه، يرتاح، يشم نفسه، يرجع فورمه زي ما كنا عارفين زيزو. نيجي بنتايج بصراحه انا مستواه الهجومي انا ما كنتش يعني مش متفاجئ منه، يعني مستواه الهجومي ما كنتش متفاجئ منه، لان انا شفت من فيديوهات انا شفتها هو لعيب في الهجومي جامد جدا، قلت لكم هو بيخش جوه المنطقه وبيخش نص الملعب وبيشوط والكلام ده كله. اللي اتفاجئت منه في ماتش الاهلي في السوبر الافريقي، على المستوى الدفاعي كان توب التوب هجوميا ودفاعيا. ماتش بيراميدز في السوبر المصري كان عنده هفوات دفاعيه، ودي اللي قلتها برضو ان دفاعيا عنده مشكله. تمام. في ماتش الاهلي نفس الفكره، بس الزمالك عشان كان في اوقات كتير بيبقى ورا شويه، لكن هفواته الدفاعيه كانت باينه قوي. ماتش البنك لان حمدي زي ما قلت لكم كان بيرحل عليه وكان بيساعده، كان بيبقى 2 على 2، يعني حمدي لما كان موجود كان بيرحل عليه، فكان بيبقى 2 على 2، يو النور وكان بسيوني، كان بيزيد معاهم لعيب ثالث للبنك، بس كان بيبقى 2 على 2 والاثنين باكات شمال، فكانوا عارفين يغطوا الحته دي. لكن
حمدي كان بيلعب وينج وبيخش في اوقات 8 في نص الملعب والكلام ده، بس كان مغطي معاه في الحته دي، ما كانش بيبقى لوحده. حمدي خرج بسبب الاصابه بين الشوطين، كان لوحده بقى، فكان بيبقى 2 على 1 واوقات 3 على 1. وزيزو لما جه ناحيه الشمال بسبب الاصابه اللي باينه قوي قوي قوي، ما كانش بيرجع يدافع معاه، فكان لوحده تماما، لان زيزو بدل ورجع خد ناحيه الشمال. تمام، ما كانتش حتته ناحيه اليمين، فكانت باينه قوي واتكررت مره واتنين. اتكررت حركه ضربه الجزاء اللي جاب منها يو النور، ضربه الجزاء حصلت اول مره، وحصلت بعديها حصلت تاني واتكررت تاني، بس عدت ما كانتش فيها ضربه جزاء. الكلام ده كله اتلم لما نزل فتوح. لما نزل فتوح عمل نفس الطريقه، جوميز نزل فتوح عمل نفس الطريقه اللي بدأ بيها، اللي هو برضو حمدي، فكره هو بس الاسماء اتغيرت لكن نفس الفكره ونفس فكره طريقه اللعب، ان فتوح نزل بقى مع بنتايج قفل الحته دي يو النور. حتى لما فتوح نزل يو النور راح الناحيه الثانيه شويه، لانه ما كانش خلاص عارف يلعب في الحته دي. بنتايج لعيب كويس جدا جدا، لازم يشتغل على الحته الدفاعيه، لان الحته الهجوميه كويسه جدا. انا بالنسبه لي رجوع فتوح، ونيجي مع بنتايج لفتوح بقى، رجوع فتوح حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، شبه صفقه جديده. فتوح هيدينا تنوع جدا جدا، فتوح ممكن يلعب وينج، ممكن يلعب هو وبنتايج، ممكن فتوح هو اللي يلعب باك وبنتايج نستغل مهاراته وسرعته وان هو بيخش للقلب والكلام ده كله يلعب وينج. فتوح ممكن يلعب 8 ويقدر يطلع الكوره، لان خلي بالك هيبقى عندك مشكله كبيره الموسم باقي الموسم، لان انت مش هتقدر تلعب بعبد الله السعيد كل الماتشات، وعبد الله السعيد اللعيب الوحيد اللي بينزل يستلم من المساكين، او كمان ممكن يستلم من عواد ويطلع بالكوره. فانت عندك مشكله كبيره في الحته دي، اللعيب الوحيد اللي ممكن يحللك المشكله دي هو فتوح، ان انت تلعبه 8. ففتوح رجوعه حاجه كويسه جدا وشبه صفقه للزمالك. نيجي لعمر فرج. عمر فرج لاعب بدأ 9، وانا مشكلتي مع عمر فرج، او مش مشكلتي مع عمر فرج، ده اللي قلته لكم اول ما جه في الفيديو لما قلت لك عمر فرج زملكاوي. واول ما جه عمر فرج يا جماعه مش اللاعب التسعه، مش اللاعب المحطه، او مش اللاعب التسعه اللي في الست اللي في ال 18. عمر فرج لعيب بينزل يستلم، عمر فرج لعيب بيقدر يستلم الكوره ويقدر يطلع لك الوينجات. تمام. عمر فرج ما ينفعش يلعب تسعه، عمر فرج لازم يلعب تحت المهاجم. عمر فرج لازم يلعب تحت المهاجم. بدنيا تحس ان هو لسه ما جاش بدنيا، لكن في نفس الوقت هو مش ده مركزه. عايزين نلعب مركزه، مش عايزين نحكم عليه بدري. صفقه كويسه، انا بالنسبه لي بشوف ان عمر فرج صفقه كويسه، بس لازم يلعب في مركزه، لان كل كوره هو بينزل بيستلم ويقوم لافف ويروح بوشه. تمام، او يستلم ويطلع للي جاي في وشه، سواء اللي جاي 8 او 10 من قدام او اللي جاي الوينجين. فده عمر فرج. عمر فرج ما تستناش منه ان هو يبقى في ال 18، مش حتته. مين بقى الوحيد اللي عندنا اللي بيلعب في الحته دي؟ هو ناصر منسي. هي عشان كده ناصر منسي كمل الموسم في الزمالك، وده كانت رؤيه جوميز، لان هو الوحيد اللي بيلعب 9، هو الوحيد اللي راس حربه صندوق في نادي الزمالك. نروح لمشلاك. لمشلاك. لحد دلوقتي مشلاك ابيض، ما قدمش اي حاجه، 3 ماتشات تقريبا مع الزمالك ما قدمش اي حاجه. نزل لعب في حتته، حته اليمين اللي عايز يلعب فيها ومركزه الاصلي والاساسي، ما شفناش منه حاجه. عنده فرصه اصابه زيزو هتخليه يلعب ناحيه اليمين، حتته مركزه الاصلي. قدامه تقريبا ماتشين 3 يلعبهم، زيزو هيغيب تقريبا حوالي من ماتشين ل3 او 4 مش فاكر، يعني هنقول افريج 3. قدامه 3 ماتشات لازم يثبت فيها نفسه، لازم يثبت فيها نفسه. هتلعب في مركزك الاصلي، مركزك اللي انت عايزه، هتلعب اساسي، ورينا بقى يعني احنا عايزين نشوف بقى، ورينا. باللي انا شفته موضوع صعب جدا، لدرجه نفس الفكره بقى، نفس الفكره اللي قلتها على زياد كمال، ان الناس بدات تقول طب ما بن شرقي، بن شرقي، يا بن شرقي، يا بن شرقي، يا بن شرقي. يعني الناس بدات تقول شلبي. طب شلبي يا جماعه، طب ما ده شلبي ارحم. تخيل بقى يعني، دي تخيل لما الناس تقول شلبي ارحم. انا بالنسبه لي مفيش الكلام ده. انا العب ب 10 لعيبه بس ما العبش بمصطفى شلبي. دي وجهه نظري، هتهاجمني وبتاع مش عارف ايه، انا دي وجهه نظري، اللي انا شايفها ومقتنع بيها. ان مصطفى شلبي لعيب
ما يلبسش تيشيرت الزمالك اطلاقا. اقصى حاجه يعني تمام، هو اقصى حاجه معاه انبي. نيجي لجوميز. جوميز بدا الماتش باسلوب كويس، بدا الماتش بطريقه لعب هو عايز يلعبها، وده شفناه ان حمدي جاي لما لعب بنتايج وحمدي، هو هيلعب بحمدي 8. طبعا احنا غير محظوظين تماما باصابه حمدي. حمدي اتصاب باصابه رخمه سخيفه، بس في تضارب لسه مش عارفين هل هو قطع في الغضروف ولا هو مزق ولا هو مش عارف ايه ولا هو تمزق، محدش عارف. هو كتب حاجه والدكتور صرح بحاجه تانية، فدينا مش بس هو خلينا متفقين ان هو اتصاب وهيغيب. احنا مش محظوظين خالص باصابه حمدي لان هو لعيب كويس، وبرده نفس الفكره هيدينا حلول كتير. لكن جوميز على قد القماشه اللي معاه بيحاول يطلع حاجه، ودي اللي انا شايفها حاجه حلوه في جوميز. انا بين الشوطين لما لقيته سحب حمدي وسحب عمر فرج، ولقيت ان في ضغط في اول الشوط بالنسبه للبنك، قلت ليه يا جوميز انت غلطت وضغطتنا وكذا كذا كذا كذا. لكن لما عرفت ان اصابه حمدي عرفت ليه هو غرك حمدي طبعا والكلام ده. جوميز تقريبا هو بالنسبه لي الموسم ده هو النقطه المضيئه، هو اللي مديني امل في الموسم. حاسس ان حته الدوري بالنسبه له، ماتشات الدوري، ان هو مش مدرب، تحس ان هو مش مدرب بيجمع نقط، هو مدرب ماتشات نوك اوت وبتاع ومش عارف ايه، زي الكونفدراليه السوبر الافريقي الكلام ده. لكن بطوله على مدى طويل ممكن ما يقدرش يلعبها، معرفش الكلام ده، لسه هنشوفه. بس احنا شفناه السيزون اللي فات، بس السيزون اللي فات هنقول ان هو كان خلاص هو رامي طوبة الدوري. تمام. هنشوف البطولة دي. بتمنى التوفيق ليه جدا لان انا مقتنع بالراجل ده جدا. الراجل ده باقل الامكانيات بيلعب معانا، الراجل ده باقل حاجة باقل قماشة موجود وحابب النادي وحاببنا، واحنا حابينه وشايفين فيه الامل. هو جوميز اللي شايفين فيه الامل. نروح لماتش الاسماعيلي والمحله. شفت انا ماتش الاسماعيلي والمحله، كان اخر يوم في الاسبوع. ماتش خلص 0-0، بس كان فيه كور حلوه، كان فيه كوره حلوه، كان فيه هجمات، كان ماتش جواء جمهور الاسماعيلي جمهور المحله، ماتش تحب تتفرج عليه يعني. الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي، والمحله ناس صاعد من الدرجه الثانيه، لكن كان ماتش حلو يعني، كان ماتش حلو. الاسماعيلي عنده لعيبه صغيره كتير، عارف الازمه اللي هو فيها، عارف المشاكل اللي هو فيها، وان وفاه كابتن ايهاب جلال المدير الفني والحاجات اللي جوه الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده 2 لعيبه هيبقى هم اللي بيحاول ان هم دول اللي يلعبوه كوره، هم الامل فيهم، هو نادر فرج وهو مروان حمدي، الاثنين اللعيبه الصغيرين، الاثنين اللعيبه اللي ماسكين خط الهجوم مع النبريسي، خالد النبريسي تقريبا. فلكن الاسماعيلي عنده مشاكل كبيره جدا في نص الملعب، ومشاكل كبيره جدا جدا في خط الدفاع. نص الملعب بتاع الاسماعيلي شبه مش موجود، موجود محمد حسن، موجود عبد السميع تقريبا. الاسماعيلي اللي كان بيطلع الاسماعيلي ويقدر يطلع الكوره من ورا لقدام هو كان الساعي، عمر الساعي، واتباع للاهلي. ما بيلعبش الاهلي ودي حاجه غريبه جدا، ما بيلعبش في الاهلي ودي حاجه غريبه جدا. لكن انت بعت الشخص اللي كان بيلعبك كوره، هو القلب بتاع الفريق. حتى سنه صغير الكلام ده كله تمام جدا، لكن هو كان القلب بتاع الفريق. يعني انا بالنسبه لي كان الساعي اهم من عبد الرحمن مجدي في الاسماعيلي. عبد الرحمن مجدي ممكن تعوضه بلعيبه موجوده، تمام. لكن الساعي كان هو قلب الفريق. الساعي مشي، شفنا الماتش، مفيش حد يقدر يطلع الفرقه، مفيش في حاجه ناقصه، في قطعه ناقصه في الفريق، تحس ان الفريق تايه. هتقولي ما هو ما جابوش صفقات، ما هو مش عارف ايه الكلام ده كله. عايز اقول لكم حاجه، انا بالنسبه لي وجهه نظري ان الاسماعيلي، انا عندي ان هو يطلع فرقه، وجهه نظري ان هو يطلع لعيبه من الناشئين احسن بكتير جدا ويلعبوا احسن بكتير جدا ما يجيب لعيبه كسر من الدوري وصفقات كسر من الدوري المصري ويقول لك احنا جبنا صفقات. انا ده بالنسبه لي وجهه نظري. الاسماعيلي بقاله 3 4 سنين بيجيب صفقات كسر من الدوري المصري، بيلم كسر الدوري المصري. اسماء كبيره لكن مخلصه كوره، وده اللي خلى الاسماعيلي في كده. يعني الاسماعيلي لو بدا وكان عمل الحته دي، ان هو يطلع لعيبه ويعتمد عليها وهكذا وهكذا وهكذا، كان ممكن الفريق دلوقتي حاله اتحسن فنيا وماديا. لان انت كنت هتبيع، انت دلوقتي مش انت بتبيع وبتسدد، بتبيع وبتسدد وعندك مشاكل كبيره. فانا بالنسبه لي الاسماعيلي مش هينزل، الاسماعيلي مش هينزل، هيقدر يلم نفسه، لكن عنده مشاكل كبيره جدا جدا في نص الملعب. وده اللي احنا هنشوف بقى ايه اللي هيحصل فيه طول الدوري.
نروح المحله اول ماتش الكابتن احمد عبد الملك. احمد عبد الملك كنت بتفرج على على ماتشات المحله في الدرجه الثانيه، طبعا مش كلها عشان بس ما اقعدش بقى اعمل ان انا جامد وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله. في ماتشات كنت بتفرج عليها على الاون تايم طبعا. انا عاجبني اسلوب لعب الكابتن احمد عيد مع المحله من السيزون اللي فات. بيلعب كره هجوميه. ماتشات المحله على ارضه قدام اي فريق هتبقى ماتشات رخمه جدا جدا جدا، ومتوقع ان المحله تعمل نتائج حلوه على فرق كبيره زي الزمالك زي الاهلي زي المصري زي بيراميدز. متوقع انها هتعمل نتائج وممكن تكسب الفرق دي. جاب صفقات كويسه وهو كان معاه فريق كويس اساسا. مع الجمهور مع ملعبه مع الاداره مع الكلام ده كله هنشوف المحله فريق كويس السيزون ده. ما اعتقدش انه هيهبط كورته هتبقى حلوه، ماتشات المحله هتحبوا تتفرجوا عليها. نيجي لاخر ماتش في الجوله وهو ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. احسن ماتش في الجوله انا وجهه نظري ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. احسن ماتش في الجوله. سيراميكا الشوط الاول بالنسبه لي كانت عامله ماتش عالمي عالمي على الاهلي، بتلعب كوره جامده جدا. الماتش ده الشوط ده خلص 2-1 للاهلي، لكن هو الماتش ده فعليا المفروض يخلص 3-1 لسيراميكا. السيراميكا مضيعه تقريبا انفرادين، مضيعه كور كتير. الاهلي ما جاش، اللعيبه بتاعت الاهلي مش شايفه، ما كانتش شايفه في الماتش. رامي ربيعه عمال يكلم اللعيبه مش موجوده. في ازمه كبيره جدا. لكن انا وجهه نظري النقطة التحول في الماتش كله هو الفاول اللي سجله وسام في الدقيقة 44 اللي هو نهاية الشوط، اللي هو فاول جه خبطت جون. وطبعا في ازمه، انا عارف ان هي في ازمه كبيره جدا بالنسبه للماتش، تحس ان في حاجه في لاج بيحصل ان الاهلي بينزل ماتش سيراميكا كسبان 1-0. يعني دي ازمه بتحصل تقريبا لسيراميكا، ان في احنا بننزل ماتش الاهلي احنا خسرانين 1-0، عقبال ما نرجع ونلعب والكلام ده كله بتبقى مشكله، بتبقى خلاص بقى. وحاجه غريبه جدا سوء مستوى محمد بسام. انا محمد بسام بالنسبه لي غريب غريب. هل بقى هو خلاص فقد الشغف ان هو جاله كذا مره الاهلي جاله كذا مره الزمالك فخلاص خلاص بقى مطفي؟ فاللي هو في حاجه غريبه جدا لمحمد بسام، مستواه بقى صعب جدا. فدي معرفش ده ممكن يكلف سيراميكا الفتره الجايه. لو مستوى بسام بالشكل ده هيكلف سيراميكا الفتره الجايه ماتشات كتير، لان سيراميكا من احسن الفرق اللي عندها سكواد في الدوري، من احسن الفرق اللي بتلعب كوره لعيبتها كويره جدا جدا جدا، سواء خط الهجوم سواء نص الملعب سواء ورا. عندهم رمضان بيكهام بيطلع بكوره حلوه قوي، لعيب كوره حلوه قوي. عندي مشكله مع كابتن ايمن الرمادي لان انت بتلعب كوره كويسه، بس انت في نفس الوقت انت لعبت ماتشين قدام الاهلي، انت مجموع الماتشين داخل فيك 8 تجوان تقريبا. اه 7 تجوان 7 تجوان. فده موضوع صعب جدا. الموضوع آه طب انت فين؟ مع ان دفاعك قوي، عندك دفاع كويس، عندك نص ملعب كويس، عندك فرقه كويسه. طب انت بتلعب كرة حلوه بس مفيش خط دفاع، مفيش حارس مرمى. طب بتلعب كرة حلوه بتخسر وبتشيل وارقام غريبه. الناس بتشيد بكابتن ايمن الرمادي على مستوى الهجوم، بس هو انا بشوف كتوتال لا، هو لحد دلوقتي لا هو سيء. يعني انا بشوف ان هو سيء تمام. ان اللعيبه دي مع مدرب تاني هيعملوا شبه نفس الشكل ده بس بطريقه دفاع احسن. عندي حاجه كده على زلاكا لعيب جامد قوي، عنده كرة يقدمها حلوة قوي، لكن عندي مشكلته في نقطة. زلاكا حاجة من الاتنين، يا هيبقى حنكوش يا هيبقى لعيب حنكوش تمام، يا هيبقى لعيب حالي وكواليتي عالي وهيتطور وهيبقى لاعب دولي جامد جدا. عنده مقومات ان هو يبقى لعيب جامد جدا، بس هل هيقدر يتطور وهيقدر يوظف ده صح ولا هيبقى حنكوش؟ هي دي مش هي دي هي اسمها كده حنكوش. بيعمل كل حاجه في الكوره قدام الكوره صعب جدا، قراراته في الكوره بياخد الصعب وبيعمل الصعب وبعد كده في السهل ما بيعرفش يعمله. غريب جدا جدا جدا. ده عايزه مدرب، ده عايزه يشتغل على نفسه. انا مثلا في حاجه زي كده احترمت مثلا حسام عبد المجيد، هرجع له تاني لان حسام عبد المجيد اشتغل على نفسه، خد حاجات برايفت، اتعلم برايفت، اتعاقد مع شركه تطوره في الحته دي. فانا احترمته ده جدا جدا جدا. شاف نفسه ان هو ناقص في حاجه، مش انا بلعب في الزمالك وبتاع، شاف نفسه ان هو ناقص في حاجه، بدا يطور من نفسه بعيد عن النادي وبعيد عن الجهاز الفني. فدي حاجه تحسب لحسام عبد المجيد، بتمنى اللعيبه تكمل على النهج ده. نيجي للاهلي. الاهلي عمل شوط اول سيء جدا جدا جدا،
كولر كان تايه واستمرار لأداء الأهلي اللي مش حلو لفترة كبيرة. ماتش العين ماتش استثنائي، لكن الأهلي في السوبر الأفريقي كان وحش، السوبر المصري ما كانش أحسن حاجة. ماتش العين زي ما قلت لكم استثنائي، ماتش سيراميكا تكملة لماتشات السوبر، يعني ماتش سيراميكا تكملة لماتشات السوبر. الأهلي محظوظ بوسام، مهاجم جبار، مهاجم جامد جدا يا جماعه. وسام مهاجم جامد جدا 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 جدا، بيلعب برجله اليمين، بيلعب برجله الشمال، بيلعب بدماغه، بيشوط فاولات، بيلعب ضربات جزاء. مهاجم متكامل، راس حربه متكامل، كورته حلوه على الارض، بيسلم ويستلم، لعيب. بالنسبه لي ده الاهلي لقى ضلته في وسام بعد سنين كتير قوي، بعد سنين كتير قوي قوي قوي. وسام هيبقى نقطه فارقه للاهلي، وده حصلت ان وسام شبه هو اللي جاب الدوري للاهلي في الدور الثاني. كولر كان سيء في ادارته للماتشات، خلص ماتشات كتير جدا الاهلي كان وحش فيها جدا. فانا بالنسبه لوسام، لا وسام لعيب جامد قوي 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 قوي. عاجبني طاهر محمد طاهر السيزون ده من بدايته. تحس ان هو بقى لعيب جديد، فهو نفسه جامد جدا. حصل ما تعرفش ايه اللي حصل، فلو هو اشتغل على نفسه احييه بصراحه، لو هو اشتغل على نفسه فهحييه على ده. خد فرصة وكانت الجمهور بتزوم عليه جدا 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 وتريقة والكلام ده كله، سد ودانه، اشتغل على نفسه. ارقامه حلوه، جايب تقريبا في 7 ماتشات، او جايب تقريبا 3 اجوان و5 اسيست 4 اسيست حاجه زي كده، ارقامه حلوه، مؤثر. فبالنسبه لي طاهر محمد طاهر لو فضل على المستوى ده هيفرق جدا مع الاهلي، لان الاهلي عنده نقص في الوينجات، مش نقص افراد، الاهلي عنده نقص كواليتي. الوينجات عند الاهلي مش فايقين لدرجه، وده اكبر دليل، اللي هقوله ده اكبر دليل في اللي انا بقوله، ان كولر بقى يوظف امام عاشور في اوقات كتير جدا كوينج. ليه؟ لان في ازمه في حته الوينجات في الاهلي ما اتدعمش كوينجات بطريقه قويه. رضا سليم مستواه بعيد، الاهلي طلع اعاره احمد عبد القادر وما كانش بيلعب. حسين الشحات يعني هو اللي موجود. بيرسي تاو بيلعب موجود عافيه. كهربا بعيد تماما. فطاهر اللي موجود واوقات بقى يوظف امام يلعب في الحته دي علشان مفيش. فدي نقطه، لو طاهر فضل بنفس السيزون بنفس الكواليتي دي وبنفس الفورمه دي للفتره الجايه، هتبقى حاجه محترمه جدا للاهلي وهتفرق جدا جدا مع الاهلي. نيجي لتوقعات الاسبوع الثاني في الماتشات. واول ماتش المحله والجيش ماتش حلو، ده هيبقى اول ماتش في الجوله الثانيه. انا بشوف ان المحله هيكسب 2-1. المحله فرقه كويسه مع كابتن احمد عيد، ده هتبقى فرقه كويسه. انا بشوف ان المحله هتكسب 2-1. نيجي للاتحاد السكندري وحرس الحدود. ما شفتش الاتحاد السكندري وبس شفت الحرس بيلعب كره هجوميه، لكن يعني بعيد الحرس، بعيد. فشايف ان الاتحاد هيكسب 3-1. اتفرجت على الاهلي، اتفرجت على زد. هيبقى ماتش لذيذ، بس الاهلي يكسب 3-1. بتروجيت فيوتشر شفت الماتشين، او مش فيوتشر بقى، مودرن سبورت انا واخد على فيوتشر. انا شايف ان بتروجيت هيكسب 1-0. الزمالك سموحه برج العرب 2-0 زمالك ان شاء الله، ده تمني وتوقع يعني تمني وتوقع. ان بي بيراميدز هيبقى ماتش رخم على بيراميدز، بس شايف ان بيراميدز هيكسب 2-1. المصري الجونه، شفت الجونه وشفت المصري فريق عاجبني جدا. 3-0 للمصري. البنك الاهلي فاركو. آه شايف ان البنك ممكن يخطف واحد، ممكن يكسب 1-0. سيراميكا الاسماعيلي ماتش حلو ده، على فكره ماتش حلو قوي. سيراميكا بتلعب كرة حلوة، والاسماعيلي بحسه انه فريق عشوائي، بس عنده لعيبة كويسة بس مش قادرة تتوظف مع بعض، لعيبة عشوائي جدا، فريق عشوائي جدا. آه، بس انا بشوف ان الاسماعيلي ممكن يخطف، يعني بشوف ان الاسماعيلي ممكن يخطف الماتش ده، هيخلص ممكن 2-1 للاسماعيلي. الماتش ده ممكن يبقى 2-1 للاسماعيلي، لان دفاع سيراميكا سيء
بالطريقه اللي بيلعب بيها كابتن ايمن رمادي، وسوء مستوى محمد بسام ده يخلي آه لعيب زي نادر فرج، لعيب زي مروان حمدي يجي يسجله يعني. وبس ده كان ملخص الدوري المصري الجولة الأولى، الإيجيبشن ليج. حاجة جديدة قررت أعملها، حاجة جديدة، بتكلم كورة بس ملهاش علاقة بقى بتعصب، ملهاش علاقة بأي حاجة. بتمنى ده يعجبكم إن شاء الله بإذن الله. تطور مرة على مرة، مرة على مرة، إن شاء الله في أقرب وقت هعمل ديكور جديد إن شاء الله بإذن الله. نجيب في البودكاست زملكاوي نتكلم، ونجيب ناس جديدة نتكلم معاها مع القدام طبعا. بالنسبة للزمالك بلال، مارك، جو. ان شاء الله باذن الله مش هيبقى زمالك بس، هدخل معايا ناس تانية. بالنسبه للاهلي اتكلم مع ناس صحابي اسماعيلي ان شاء الله باذن الله. هنتكلم في كله يعني، هنشوف ان شاء الله باذن الله نحاول نغطي الدوري المصري كله بطريقه من وجهه نظرنا، مش بقى استوديو تحليلي ومش عارف ايه والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله بطريقه حاجه، ومش جو بقى ايه قصف جبهات، ومش جو مش عارف ايه الكلام ده كله مش موجود، مش هعمله. هنتكلم كوره ان شاء الله باذن الله، وجهه نظر يعني، هنتكلم وجهه نظر كاننا قاعدين على القهوه يعني. هتكلم مع صحابي سواء زملكاويه اهلاويه بيشجعوا الاسماعيلي، بيشجعوا الاتحاد، بيشجعوا المصري. انا ليا اصحابي بيشجعوا الاسماعيلي، مع لسه ما اتعرفتش على حد بيشجع الاتحاد او بيشجع المصري. يا ريت لو حد بيشجع الاتحاد او مصري يتواصل معايا، نقدر نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. بس فشكرا لكم جدا، والسلام عليكم.